نض القلعة. الحلقة دي استفدنا من حاجتين. الحاجة الأولى تربط نض القلعة بأنها تعمل فيلم. الحاجة الثانية علاقة نض القلعة بأيمن مبارك أوائل المنتجين لها في شريط الكسب. بالمناسبة في الحلقة دي أنا اشتغلت كربيع طه الممثل. نشوف الحلقة. فبيتكلم معايا قال لي إنه عنده في واحدة من المشاهد عنده مشهد استعراضي غنائي. فقال لي أنا داير لو مش مشهد في الرواية كلها. في الرواية في مشهد استعراضي غنائي. في مشاهد أكثر من مشهد. أكثر من مشهد. مشاهد. أيوة فعنده مشاهد بيحتاج لك في إنك تعمل فيها تتعاون معه فيها في العمل الدرامي ده. أنا فعلا والله قبل كده ما دخلت في تجربة زي دي، لكن يعني الرغبة فيه وأتمنى يعني هي بداية، لكن الواحد الرغبة فيه، وكنت عايزة فرصة من زمان إنه أنا ألقى اشتغلت شغل دراما. طيب فأتمنى إنه ربنا يوفقني ويقدرني يعني على الحتة دي. وبتذكر يعني كان عندي أغنيات جميلة يعني والناس عارفينها طبعا كده، لكن اقترحنا جينا لمقترح الأغنيات كنا دايما نشاورك فيه يعني عارفين رأيك شنو كده. في الأغنية اللي ما دي هي كده بتاعت مقدرة وحلو حلا يعني احنا قبل ما ناخد الموضوع ده ولا شيء، لو انت جايبني عشان نتفق على الموضوع ده انا طبعا ما بوصل معاك اكيد في الحته دي. ف ممكن انا ابدا لي يعني بدايه يا دوب عايزه ابداها وعايزه اقدم حاجه بسيطه عشان انا انجح بها واقدمها للجمهور وللناس اخش براجل المره ولا ذاته. للاسف ان الواحد ذاته ينطق الكلام ده. ف ما غنيتيه لكن نعم ده مين قال لك انا غنيته؟ لا ما هي شو معاني حد غنيه. لا اسمعني دقيقة اسمع حي اسمع. اولا يعني انت ما تتكلم عن الاغنية دي انا ما غنيتها، وواحدة من الناس عندي راي في الاغنية دي كويس، ولا حتى في سري بغنيها. حفلة كمال غنيتها في حفلة كمال. كمال منو؟ طبعا قال لي انه في حفلة كمال الاغنية في الريفيرا سمعناها في الريفيرا. والله معناته انت زول بالمناسبة ما عندك ذمة وما عندك يعني لا سمعت كده من البداية يا اخي. في حفلة كانت في الريفيرا، حفلة كانت يعني ممكن تقول عندك لكن هي غنتها طبعا منها الناس غنتها الناس مسجلينها. والله انا لو غنيت اغنيه زي دي من الوقت ده، لو كنت انا بغني اغاني زي دي احترم في بيتنا احترم نفسي. ما حصل غنيتها يعني؟ احترم نفسي هاي لو انا بغني اغاني زي دي. طيب كده دي ممكن نتناقش فيها في مرة يعني بعد ما نتم العقد نجي راجعين النقطة دي. ما اسمع دقيقة يا اخ ربيع، يعني انا بحترمك وبقدرك شديد، وانا للاسف يعني ما كنت عارفة نفسي انه انتوا جايبيني من بيتنا هنا دي لحد هنا عشان اخش في مهزلة. لا معلش دقيقة اسمع دقيقة، انا ما عوضت جمهوري انه اغني اغنية فارغ زي ده. الاغنية فارغة انا ما بغنيها، بقول لك الكلام ده بوضوح كده ولا بدي التصوير حيكون في الخرطوم. ليه انت دقيقة لو وافق لك منها عشان تصور؟ لا احنا ما خلاص خلينا بعالية. خلينا بعالية. بعالية شو تغيرها من الاغاني بتاعتي اللي معلومتك؟ لا بغني اغنية بتاعت فنان مسموع كويس، ولا بغني اغاني فارغة زي دي، ولا بغني اغنية جايبة لي اي انسان. اغنية من الاغاني بتاعتي المسموعة ومعروفة اللي ده الجمهور. عجبكم ما عجبكم انا بقول لكم يا جماعة اسمعوا الله يفتح عليكم. عشان ما نصل لخلاف كامل كده. اجلوها النقطة دي عشان لا لسه ما تأجلش لها انت نهاية شيلة ما تأجلها شنو انت بتأجلها معناته عندك العشاء منه وثاني اغني لك اغنية زي دي. التصوير الخرطوم بورسودان. لا المالي على اساس شنو؟ ما انا دايره افهم. اسمعني احنا ما اتفقنا في الاغنيه كيف احنا نتفق على اغنيه مسموعه. ما بتغني اغنيه انا لمعلومتك لو انت اساسا جايبنا عشان انا اغني اغنيه زي دي انا بدفع لك 3 مليون ولا شفتها السعر الدايره، انا اديك له وبس شفتها امر بنا وتوبيده شفتها منكم، لكن اغنيه زي دي ما بغنيها لك. بتغنيها يا ايمن يا اخي، انا متاكد انها بتغنيها. يا جماعه انا والله لا استاذه معلش دقيقه معلش خلينا نتناقش معاك في تفاصيل ثانيه. اديك تفاصيل. لا معلش طيب كويس اوكي اجلوا النقطه بتاعت الاغنيه. تشيلها نهائي. شيلها نهائي. تشيل النهاية. لا دقيقة أنا ممكن أتناقش معاه لكن ما شلت أنا ما بتناقش معاه. أنا مبدئي في حتة معينة، الحتة دي الأغنية دي شلتوها برا والله وحياة الله عايزين أدفع لكم. أنا مش لكن كونه أنا أغني لكم أغنية زي دي أنا بس ما عجبني نكران
لا لا انت دقيقة اسمع دقيقة سمعت اضامك دي ان شاء الله تتقدر. انت لو بتكذب في دي انا قاعده قدامك هنا دو بتقول انا بغني اغنيه زي دي كويس وانا ما قاعده اغني اغنيه زي دي معلومتك ما توصل. لو عندك اسمعني لو انت سمعت مسجلة دقيقه جيب لي تسجيل مسجلة جيب لي تسجيل انت مسجلة انا ده لا الفيديو انا سمعتها كذاب والله انا هريحك من انت منك ومن مادتك دي ده ورقك. اسمع دقيقة انت يا ايمن خذلتني وانا ما متوقع انه تجيبني من هناك لحد هنا. انا لما سجلت لك ولما كان بيني وبينك شريف كان غنى كله محترم وما كان غنى بالصورة دي ولحد هنا كويسين. اسمع نحن بشر في النهاية والإنسان ما بيقدر يسيطر على نفسه. أنا آسفة جدا جدا وبشكر بعتذر للأخ أيمن مع إنه زعلني وربيع مع إنه كنت عايزة أدقه وأنا آسفة شديد وبشكرهم برضه كمان في النهاية.